النادي الاسماعيلي سعيد كل تحيه وتقدير للاستوديو المحترم الموجود. فبالتالي لما تفرح شعب الاسماعيليه دي حاجه عندي كبيره قوي. الاهم عندي في الحوار كله انك انت بتقدر تاخد 3 نقط. سعيد جدا بكده يعني. كابتن خالد، الضغوط اللي كانت على حضرتك من بعد مباراه الانتاج الحربي، هل دي اثرت على حضرتك او تفكير حضرتك خاصه بعد الهزيمه 3-0 بتفوز في 4 مباريات متتاليه؟ الاسماعيليه كلها صراعات وانا عارف انا واحد من ولاد البلد، فبالتالي انا كل ما يفرق معايا انك انت بتفرح شعب، انك انت بتدخل صراعات بمعنى ايه يا كابتن؟ حضرتك شغال يعني حضرتك يعني حاسس باجواء مش مريحه بالنسبه لك، مش في النادي الاسماعيلي، بره الاجواء بره النادي يعني او كده؟ اكيد يعني اكيد طبعا مش هتبقى فيها بعض الضغوط على الواحد. فبالتالي انا كل ما يهمني في الحوار ده كله انك انت ازاي بتقدر تكسب النادي الاسماعيلي وتفرح الشعب. ده بالنسبه لي انا هو الاهم بالنسبه لي بغض النظر عن الاداء او الكلام ده كله. لكن كل ما يعنيه في الامر زي ما قلت لك ان النادي الاسماعيلي جاي ل 12 بقت ثامن بقت خامس دلوقتي الرابع، وباذن الله ربنا يكرمه يبقى زي الاهلي والزمالك باذن الله. كابتن خالد، يعني حضرتك بتحقق الفوز الرابع على التوالي النهارده، يعني قيمت ده ازاي؟ تقييم انك انت زي ما قلت لك بالنسبه لنا اللي يفرق معايا يا شريف حاجه واحده، النتيجه، وبعد كده ممكن الاداء بعد كده يتحسن بعد كده باذن الله تعالى. الوصول للمركز الرابع توقعت ان حضرتك توصل له في الفتره دي؟ وباذن الله تعالى هو بص كمان انك انت ممكن تبقى الافضل ونقرب على المكان الطبيعي للكيان المحترم اللي هو كيان النادي الاسماعيلي. كابتن خالد، يعني ارتباط بعض الاسماء اللعيبه عند حضرتك زي عواد بالنادي الاهلي وفي مفاوضات معاه مروان محسن، هل ده بيأثر على تركيز لعيبه يا كابتن؟ وحابب تقول ايه للانديه؟ لا الناس دي موجوده في النادي الاسماعيلي من خلال انا، لو انا موجود باذن الله تعالى اكيد الناس دي موجوده، لا يمكن افكر انه ممكن استغنى عن عضو يقوي غيري ويضعفني، لا يمكن يعني. طموحات الكابتن خالد مع النادي الاسماعيلي في الفتره دي، هل الكابتن خالد في نيه لتجديد تعاقده مع النادي الاسماعيلي؟ هل بدات مفاوضات ولا حضرتك سايب الامور لسه ما وضحتش؟ لا رئيس النادي كلمني لكن انا عقدي ينتهي بنهايه هذا الموسم، وشايف ان الوضع هيبقى صعب بالنسبه لي السنه الجايه. يعني كابتن عايز لو سالت حضرتك النهارده مباراه حرس الحدود بقى شفتها ازاي؟ يعني باذن الله انا زي ما قلت لك انا كل ما يفرق في الموضوع يا شريف انك انت تاخد 3 نقط، فرقه محترمه كتغيير في الجهاز الفني زاد مسابقه المباراه. سعيد جدا بالنتيجه النهارده الحمد لله. يعني كابتن احمد، ده كان لقائنا مع الكابتن خالد القماش المدير الفني للنادي الاسماعيلي، والان عوده من جديد المباراه كلها على اعتبار حسني من العناصر اللي هي بتفيد الفرقه، وسعيد جدا جدا بالهدف اللي جه عن طريق حسني ومروان. فبالتالي انا شايف ان اهم في اللقاء زي ما قلت لك هو انك انت بتاخد 3 نقط، ودي ميزه الفرقه الكبيره انك انت ازاي تقدر تتعامل مع المباراه. اهم حاجه بالنسبه لي هم 3 نقط. انا جاي الحمد لله رب العالمين في ترتيب ال 12 الحمد لله رب العالمين. ترتيب النهارده اعتقد الرابع يعني، فالواحد سعيد جدا جدا بكده. الدفع بحسني عبد ربه والابقاء عليه حتى نهايه المباراه. حسني ليدر كويس قوي في الملعب، بيعرف يتعامل مع زمايله، لاعب مفيد جدا جدا للفريق، فسعيد جدا جدا ان احنا بنقدر نكسب من خلال هو وزمايله يعني. شريف عبد الفضيل منقطع عن التدريبات، وكريم بامبو هيخش امتى القايمه؟ كلام مين اللي قال لك شريف منطقه؟ شريف مصاب بيتعالج وهيرجع لما يبقى ترددت بعض الانباء ان هو عشان ما اخدش مستحقاته يا كابتن. كلام غير مظبوط من مره. احنا عندنا كلام شريف من اللعيبه المحترمين جدا جدا، بيأدي بكفاءه غير عاديه، لو كان موجود كان هياخد اكيد. فبالتالي هو مصاب، لما يجهز باذن الله اكيد هياخد. كريم بامبو بس عدم الجاهزيه هي اللي معديه على الفرقه يعني. الصفقات يا كابتن، يعني كابتن خالد القماش مستمر حتى نهايه الموسم القادم، وابرم العديد من الصفقات، عمرو حسام، محمد بسيوني، فيها سمعنا بعض الاخبار يا كابتن. انا ماضي عقد لغايه نهايه الموسم ده، الجديد الله اعلم فيه. لا هيجدد ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد القماش المدير الفني فريق نادي الاسماعيلي. الكلمه اليك.